بعد ما خدنا تعريف المشاعر ايه هي، دلوقتي دور ان احنا ناخد ايه ابعاد المشاعر، وابعاد هنا ان احنا نشوفها بتستخدم في ايه. لو عايز تكون لايف كوتش، انا مايكل بيشاي، مدرب معتمد من نيورو سيمانتكس، دربت اكتر من 100 كوتش، ساعدتهم ان هم يعملوا اكتر من 5000 جلسه. لو عايز ان انت تبدا رحلتك في الكوتشنج معايا، ابعت لي رساله. لانه اوقات كتير احنا بنحس بمشاعر، بس المشاعر دي لو في وقت او في سياق مش في محله هتعطلك، ولو المشاعر دي في مكانها المظبوط هتفيدك. لان احنا زي ما قلنا قبل كده ان المشاعر طاقه، وهنا كون ان الطاقه موجوده علشان تخدمك وتخدم مصلحتك، فهنا دورك ان انت كبني ادم لما تتحكم في مشاعرك ان انت تعرف هو انت محتاج انهي شعور تحس بيه دلوقتي عشان تستفيد منه احسن استفاده يخدمك في السياق اللي انت فيه، علشان ما تبقاش ان انت محجم من نفسك او عطلان. ناخد مثال في الموضوع دوت التعليم. التعليم من الحاجات الأساسية بالنسبة للبني آدم، مش لازم التعليم اللي هو الأكاديمي أو الجامعي، التعليم في كل حاجة في الحياة. إذا كان هتتعلم من ماضيك، أو إذا كان هتتعلم من أخطائك، إذا كان هتتعلم من العلاقات اللي أنت دخلت فيها، إذا كان هتتعلم أيا كان اللي أنت هتتعلمه في مجالات مختلفة أو في مجالات الحياة باستمرار. التعليم من أهم الحاجات المهمة بالنسبة للبني آدم اللي تساعده على التطور، والتطور من ضمن الاحتياجات الأساسية بالنسبة للبني آدم. البني ادم الغير متطور مكتئب. البني ادم ده طبيعته ان هو محتاج ان هو ينمو اكبر نمو ممكن بالنسبه له، والنمو بالنسبه للبني ادم مش النمو الجسدي بس، النمو الجسدي ده جزء، في نمو النفسي اللي هو الفكري، فان انت تكبر فكريا عن طريق التعلم. والتعلم محتاج مشاعر عشان تساعدك انك تتعلم، ودي اكبر غلطه الناس بتعملها، انها مش بتهتم انه ايه المشاعر اللي هي حاسه بيها عشان تعرف تتعلم. المشاعر اللي احنا محتاجينها عشان نعرف نتعلم مشاعر فضول، مشاعر اهتمام، مشاعر استفهام، ان انت مش فاهم عايز تفهم، مشاعر ان انت انفتاح لمعلومات جديدة وغريبة، مشاعر ان انت قادر تستقبل المعلومات دي مرحب بما اللي هو جاي. فلو انت ما عندكش المشاعر ديت مش هتعرف تتعلم، ولو اتعلمت هتتعلم بصعوبة، ودي اكبر غلطة الناس بتعملها. لو خدنا مثال اللي هو التعليم الأكاديمي، هتلاقي إنه التعليم الأكاديمي الشخص اللي هو عنده فضول عايز يعرف، منفتح إن هو يتعلم معلومات جديدة، هتلاقي إن هو بيتعلم بسرعة، مندمج، مبسوط إن هو بيتعلم. فهنا الانبساط نتيجة إن هو عارف يتعلم، فكل ما بيتعلم بيتبسط أكتر، فبيكافئ نفسه إن هو يتعلم أكتر، فبيحب التعليم. نتيجة إيه؟ إن هو لما قبل ما يخش في مرحلة التعليم كان مجهز نفسه في مشاعر انفتاح، مشاعر فضول، مشاعر استفهام، فمديله الطاقة اللازمة ان هو يعرف يستقبل، ولما بيستقبل ما بيرفضش اللي بيستقبله، ما بيحاولش ان هو يقاومه، بيرحب بيه. فهنا مسألة الترحيب بالمعلومات دي تخلي الإنسان إنه بعد كده عارف يستفيد من المعلومة ومبسوط يكون إن هو استفاد بالمعلومة وتعلم. وبالتالي تعالوا بقى نتخيل كده إنه الشخص اللي هو في مشاعر مختلفة تماما عن اللي احنا بنتكلم عليه، مشاعر حزن، مشاعر ضغط، مشاعر خوف، تفتكر هتعرف تتعلم؟ تفتكر انت عمرك اتعلمت وانت خايف؟ عمرك اتعلمت وانت مضغوط؟ ولا انت بتبقى حاسس ان الموضوع صعب عليك؟ فبالتالي لو انت عندك امتحانات، او لو انت عايز ان انت تستفيد اكبر استفاده وانت عمال بتضغط نفسك وتخوف نفسك وتبتدي ان انت تخش في حاله ان انت بتقاوم ان انت تتعلم، هتلاقي نفسك ان انت التعليم بالنسبه لك صعب جدا، وتقعد ساعات طويله جدا عشان تتعلم ومش قادر تتعلم، مش عارف. نفس الموضوع بالنسبه للاهل، لو الاهل كل شويه بيقعدوا يزعقوا للطفل علشان يتعلم، فانت بتحطه كده تحت ايه؟ ما انت بتحطه تحت ضغط. تفتكر هو عمره هيتعلم وانت عمال بتضغطه؟ مش هيعرف. هو محتاج زي ما قلنا كده، هو ان هو يكون عنده رغبه، ان هو بيستعجب. زي كلنا اول ما اتولدنا عايزين نتعرف على الدنيا، عايزين نشوف هو في ايه، هو ايه ده، هو ايه ده، هو ايه ده، عشان نعرف نتعلم. عندنا فضول، عندنا استعجاب، عندنا استفهام، مرحبين باي معلومه بتجيلنا، عايزين نعرف اكتر، ما بنرفضهاش ما بنقاومهاش. وبالتالي نصيحه بالنسبه لاي اهل، ان انت لما تيجي تتعامل مع ابنك حاول ان انت ما تضغطهوش عشان يتعلم، ما تفضلش تزعق له خلصت اللي عليك، خلصت الواجب، انت مش فالح، انت بتفهمش، انت غبي. المدرس لو انت عايز الطلبه تفهم منك احسن، محتاج ان انت تثير فضولهم،
قبل ما تبتدي تشرح اي حاجه، بدل ما تكب المعلومات ودش وخلاص، ان انت حاول ان انت تخلي اللي قدامك عنده فضول انه يعرف، فضول انه يستفهم، فضول انه هو مرحب بالمعلومات. فبطل ان انت تنتقدهم، بطل ان انت يعني تفضل مركز بس على الهدوء وعلى انه اقعدوا مكانكم وتفضل تزعق هنا وتزعق هنا وتزعق هنا. مش هيتعلموا منك، والحياه هتبقى صعبه عليك، لان هم في مشاعر دلوقتي مقاومه، فهيقاوموك. وكل ما هم بيقاوموك كل ما هم مش هيستفيدوا منك، وفي الاخر استفادتهم بتعبر عن نجاحك انت. فركز في الحته ديت. وبالنسبه للطالب، نصيحتي ليك ان انت ايا كانت الضغوطات اللي عليك، لانه مش كل الاهالي متعلمه الجزء النفسي يعني، ومش كل المدرسين مهتمين بالجانب النفسي ان هم ازاي يعني يساعدوا الشخص ان هو يتعلم. مشاعرك مسؤوليتك، فبالتالي لو انت عايز تتعلم، احسن طريقه ان انت تتعلم بيها ان انت تجهز نفسك، تجهز مشاعرك، ان انت تكون في مشاعر استفهام، عايز تعرف، عندك فضول، في مشاعر انفتاح لاستقبال. ما ينفعش ان انت تبقى بتقاوم المعلومات او ان انت خايف منها او مضغوط، ما تضغطش نفسك. فبالتالي عندك امتحان، عندك اي حاجه ضغطك، حاول تفصل، حاول ان انت تكون في مشاعر. هنتكلم اكتر في الفترات اللي جايه ازاي تغير من مشاعرك وازاي تخش في الشعور اللي انت نفسك فيه. بس دلوقتي انا عايزك تفهم وتستوعب علشان اللي جاي تعرف تفهمه وتستوعبه احسن. طيب، فدي بالنسبه لحته التعليم. هل التعليم بيقتصر بس على التعليم الاكاديمي؟ اكيد لا. ده اهم حاجه تعملها واكتر حاجه بنشوفها ان الناس بتكرر اخطائها باستمرار. مثال العلاقات، تلاقي الشخص او الانسانه بتفضل تخش نفس العلاقه هي ما بتتعلمش منها، نفس الاخطاء بتعيدها، بتعيد انت كمان نفس اخطائك في العلاقات باستمرار. طب انت ايه اللي بيخليك ان انت بتتعلمش؟ لان انت مش في المشاعر المظبوطه اللي تخليك تعرف تتعلم، وهي دي المشكله الاساسيه. طب ايه المشاعر اللي تساعدك تتعلم؟ ان انت منفتح لاخطائك، اللي هي دي المشكله الاكبر اللي بتواجه كل الناس. ان هو بيرفض ان هو يشوف ان هو عنده غلط، بيرفض ان هو يشوف عنده مسؤوليه، بيرفض ان هو يشوف، بيقاوم اي حاجه تلوم عليه او تعاتبه، بيقاوم. فطول ما انت بتقاوم انك تشوف هو انت غلطت في ايه، هو انت اخترت ازاي غلط، هو انت قدمت ايه في العلاقه مش مظبوط، طول ما انت بتقاوم حاجه زي كده مش هتعرف تتعلم، واللي هيدفع الثمن انت. ودي حاجه انا مش فرحان ان انا بقولها لك، بس انا بحتاج اقولها لك علشان تستوعبها. لو فضلت مش مستوعبها هتفضل محبوس في سجن عدم التعلم. وبالتالي تخيل كده معايا ان انت ابتديت ان انت تجاربك السابقه ابتديت ان انت تبقى منفتح ليها، منفتح انك تتعلم منها، منفتح ان انت تشيل مسؤوليتها، منفتح ان انت تعرف ايه اللي ممكن الاخطاء اللي عندك اللي انت قدمتها في العلاقه دي، اذا كان من اختيار او من حاجات انت ضفتها في العلاقه. تخيل حجم الدروس اللي ممكن تستفادها. طب هو الدرس اللي انت استفدته ده، هو مين اللي كسبان؟ انت ولا الطرف الاخر؟ اكيد انت، لان انت اللي هتطبقه في اللي جاي، ولو طبقته مظبوط ما انت اللي هتكسب علاقه مظبوطه، هتكسب علاقه مشبعه ممتعه. بس ده مش هيحصل من غير ما تتعلم. طيب، فانت بالتالي كل اللي انت محتاجه تعمل ايه؟ لما تيجي تفتكر ذكرياتك، بدل ما تفضل تلوم، تعاتب، تتضايق، تحزن، تبكي على حالك، تشفق على حالك، تحس ان انت مكسور الجناح وان الدنيا جايه عليك، لان ده كله عمره ما هيخليك تتعلم. لان ده هو اللي هيخليك في حاله ايه؟ ضغط، حزن، غضب. في حد بيتعلم وهو غضبان؟ انت اتعلمت قبل كده وانت غضبان؟ انت اتعلمت قبل كده وانت مضغوط؟ الجهاز العصبي في وقت الضغط يعني بيغير كده النظام، الجهاز العصبي بالكامل، يخليك ان انت في اغبى حالاتك. ليه؟ لانه بيسحب الدم من المخ، ده مش وقت تفكير، ده وقت دفاع عن النفس او هجوم. وبالتالي فانت مش قادر تفكر وتتعلم بطريقه كويسه. فمش بالضغط ولا باللوم ولا بالعتاب ولا بالتهزيء ولا بالاهانه هتعرف تتعلم. التعليم محتاج تاني انفتاح، محتاج فضول، محتاج استقبال. ما تقاومش التعليم. وهنا ده الجانب بالنسبه للتعليم. قول لي في الكومنتس استفدت ايه، واشوفكم في المحاضره الجايه في بعد جديد للمشاعر ازاي تستخدمها.